السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا كده متتاليين وصفات رمضان الجميلة الخفيفة، ودي أجمل وأحلى صينية جلاش من غير لا فراخ ولا لحمة، بس تحفة جميلة جدا جدا جدا. طب زي ما انتم شايفين كده الشكل النهائي بتاعها والجمال، يعني انت لو حطيتيها دي قدام أي حد لا ده يقولك ده ما شاء الله عليها، دي جاية كده مستوردة. طب ايه بقى المكونات بتاعتي؟ حاجات بسيطة جدا جدا. بصل وقوطة وفلفل وزيتون، حاجات دلع، يعني حاجات حلوة قوي. طيب انا جبت عندي هنا بصلتين كده صغيرين مقطعهم صغير، مع حتة مع شوية زيت، ومجرد بس كده ما بيحمروا او يتبلوا بنزل عليهم بقطعتين برضو متقطعين برضو صغير. تمام، يخشوا في السوا شوية تسبيكة شوية كده، حاجة بسيطة. انزل عليهم بايه تاني؟ بالفلفل. كانت هي سبكت شويه وطرت معايا القوطه. انزل عليهم بقى بالتوابل بتاعتها، ملح وكمون وكزبره. تمام، ما تحطيش توابل اكتر من كده، يعني الوصفه ديت مش محتاجه توابل اكتر من كده. شويه فلفل، قرن فلفل كده حار حلو، وده فلفل احمر برضو، يعني فلفل اخضر وفلفل احمر. واديهم تتبيله بتاعتهم لغايه لما الريحه تطلع بتاعتهم حلوه، وانزل عليهم بزيتون مخلي. الزيتون الجميل دوت بيدي ريحة وطعم حاجة ولا أحلى ولا أجمل من كده، بصراحة تحفة جميلة جدا جدا. تمام، مع كده خلاص مجرد ما بيستووا أنا بركنهم كده على جنب، أظبطهم بس الملح بتاعهم. تمام، حلو جدا. خلاص هنا كانت استوت، وجبت هنا ورقة الجلاش بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، لفة كاملة، وتكون كويسة، ما تكونش بقى مهربدة ولا أي حاجة، عشان تعرفي تقطعيها كويس. تمام اهو، هنقطعها وبعد كده هنفردها حلو قوي. يعني لا انا عايزه كل التكتلات ديت، مش عايزه فيهم ولا واحده شبكه في اختها ولا لازقه في اختها، لا انا عايزاها كلها مفرده عشان ما تعجنش معايا، لاني الوصفه ديت يعتبر ما فيهاش سمنه كتير او زيت كتير. انتوا عارفين طبعا الجلاش بيبقى رقات كده، وندهن سمنه بين الرقات. لا ده مش هندهن سمنه بين الرقات خالص، لان هي ما فيهاش رقات اصلا يعني. تمام، اجيب البايركس بتاعي وادهنه كويس حلو قوي كده من الجوانب من كل حته، واجي بسمنه، واجي نازله عليه بنص الكميه بتاعه الجلاش. تمام، حلو قوي، ضغطه ضغطه حلوه برضو. واجي جايبه بقى الحاجه بتاعت اللي انا عملتها، المكون بتاع اللي انا عملته، وانزل عليه كله كده. بسم الله ما شاء الله، ريحه وطعم وجميله، بمعنى كلمه جميله بجد والله زي العسل. دي بقى انت مستعجله عشاء، مستعجله اي حاجه كده، حاجه سريعه للولاد، ممكن مثلا تعمليها وتحطها مثلا في الساندوتشات بتاعتهم، حاجه حلوه قوي. بعد كده بنزل عليها بصراحه ميكس جبن، موتزاريلا على شيدر اللي عندك، حلوه قوي. تمام، واجي انزل عليها بنص الكميه التاني، يعني كأننا كده بنعمل كنافه مثلا، كأننا بنعمل حاجات حلوه، حشوه، حاجات جميله جدا بصراحه زي العسل، وخفيفه قوي، تحفه. وكانت طعمها بصراحه يعني غايه في الجمال، والله لازم تجربوها. بعد كده انا هجيب هنا بضايه، وهنزل عليها بشويه ملح وفلفل اسمر. تمام، شيل من اي حاجه شويه ملح وشويه فلفل اسمر، ندلعها اخر دلع. وبعد كده هدوبهم حلو قوي بره الحليب، عشان خاطر انا بحط اللبن البيض في الحليب، مبقاش عندي عامله خيوط، مبقاش عندي عامله اي حاجه، لا انا بعملها بره دوبه كويس قوي. وبعد كده بنزل على ده نص حليب كامل، ده نص كيلو حليب. تمام، معلقه سمنه حلوه، عشان ما حطيتش سمنه خالص زي ما انتم شايفين في الجلاش، انا ما حطيتش اي سمنه، فانا حطيت معلقه سمنه كبيره كده. تمام، زي ما انت عايزه بقى اهو، وادوبهم حلو. وبرضك ظبط لها الملح، واظبط لها الفلفل الاسمر بتاعها، كده كده بتحط في البيض، بس لو انت على حسب اختيارك، والزيتون برضك مملح شويه. تمام،
وهنا ايه كملت بقى برضو جبت كملتها، شربتها لبن. هي بتحتاج لبن كتير على فكرة، بس هي بتاخد نص كيلو بالظبط. انا كنت بقللها، خدت كوباية، بعد كده لا حطيت تاني عشان قلت تشرب كويس. تمام. بس تحفة تحفة بصراحة. وتدخليها بقى الفرن، ودخليها الفرن كده على درجة 200، ومجرد بس مجرد ما بتحمر هي تحفة جميلة جدا 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 بصراحة. ولا أحلى ولا أجمل من كده. هتجربيها مش هتندمي خالص من ريحتها وطعمها الجميل اللي زي العسل. تمام. ما شاء الله. اجي اصور كل الدنيا بقى تشتغل يعني دي. ومن فوق كده برضو شوية جبن. شوية جبن. وهجيب بردك بقى شوية زيتون كده دلعهم كده من فوق، او زي ما انتم شايفين ده جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا. هي يعتبر يعني ايه كلها اجبان، يعني كلها جبن. تمام. واجي جايبة بقى ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اجي جايبة الزيتون بتاعي عاملاه كده زي عيون، يعني كده ايه يبقى شكلها حلو. لا مش هحطه كده من فوق، لا ده انا كده ايه ادلعها كده كأنها كده عيون كده، يبقى شكلها حلو جدا. تمام. حلوة قوي بصراحة شكلها وريحتها وطعمها، يعني حلوة بأمانة يعني. تمام. برضك هنا اكون مقطعة ايه شوية فلفل احمر. بس دي مش قوطة يا جماعة، دي شوية فلفل احمر. ده فلفل احمر زي ما انتم شايفين زي كأنه كريستال، وحطها كده برضك من فوق، والله كأنه كريستال بجد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بقى في اشتراك حلو زيكم، ولايك جميل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفينها؟ ايه رأيكم بقى؟ دخلتها الفرن وطلعتها، وده الشكل النهائي بتاعها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.